السلام عليكم. اليوم غادي نشوفو 7 ديال الحقائق النفسية كتحكم في الحياة ديالك وانت ما عارفش. واش كتحس براسك حر، كتاخد القرارات ديالك، كتبدل الرأي ديالك وكتظن انك انت اللي كتحكم في العقل ديالك. اه، ولكن الحقيقة شي حاجة اخرى. راه كاينين اسرار نفسية كتعيشها كل نهار ما كتحش بيها، والمصيبة كتحكم في المشاعر ديالك، في الاختيارات ديالك، وحتى في العلاقات ديالك. خليك معايا وغادي نكشفو 7 ديال الحقائق النفسية، ماشي غير غريبة بل مرعبة لأنك تعيشها وانت ما واعيش. أولا، وهم الاختيار. كتدخل المحل، كتشوف قدامك 15 نوع ديال الصابون وكتقول أنا اللي غادي نختار، ولكن الحقيقة كلشي مبرمج باش يوجهك. من الألوان، الموسيقى في المحل، طريقة العرض، وحتى الإشارات اللي شفتيهم بلا ما تعقل. انت كتختار، ولكن الواقع كتلعب في حدود رسموها ليك من قبل. ثانيا، الألم النفسي كيساوي الألم الجسدي. واش عمرك عشتي شي رفض مع شي شخص قريب بلا ما يضربك، ولكن حسيتي أن شي حاجة كتضرب في صدرك؟ ماشي وهم، هذاك راه ألم حقيقي. نفس المنطقة المخ اللي كتستجب للألم الجسدي هي اللي كتألم في حالة الرفض أو الفقدان، وهنا كتعيش الألم بلا ما تشوف الجرح. ثالثا، الكذبة اللي كتكرر كتولي حقيقة. الناس اللي ما كيتأثروش بالحقائق قد ما كيتأثروا بالتكرار. إلا شي معلومة كذوب تكررات قدامك بزاف، الدماغ كيولي كيصدقها غير حيت ولف يسمعها. الإعلام، السوشيال ميديا، وحتى صحابك كلهم يقدروا يبنيو ليك عالم وهمي، ولكن انت كتعيشو بحال حقيقي. رابعا، كتعيش نسخة مؤجلة من الواقع. دماغك كيتأثر بجزء من الثانية باش يفسر العالم، يعني كلشي كتعيشو دابا راه وقع واحد شوية قبل ما تحس به انت. في الدقيقة اللي كتقول راني شفت، الدماغ ديالك راه أعاد البناء للقطة. انت ماشي كتعيش الحاضر، انت كتفرج في نسخة قديمة ديال الواقع. خامسا، الدماغ كيمسح الذكريات المؤلمة، ولكن منين كتقول نسيت داكشي راه غالبا ما نسيتيش. الدماغ ديالك شنو دار؟ فقط تخبى داك الذكرى باش يحميك، ولكن النتائج كتقلق بدون سبب وانت ما عارفش. كتغضب بدون تفسير، كتقول مالي انا شنو واقع لي، لان داك الالم فقط تخبى ومازال كيصرف في المشاعر ديالك وانت ما واعيش. سادسا، التكرار كيمحي الاحساس. شحال مرة بكيتي اول ما شفتي شي مشهد حزين، ومن بعد شفتي نفس المشهد ولكن شنو وقع؟ ما حسيتي بوالو. علاش؟ لان الدماغ منين كيتكرر عليه الاحساس شنو كيوقع؟ كيبدا يبرد حتى كيولي شيء عادي جدا في اي حاجة، حتى في الالم. كل شيء إلا تكرر كيولي بدون معنى. سابعا، انت فيك 3 ديال العقولة وكيحاربوا بعضياتهم، وهذه كنظن كتوقع لكلش. العقل العاطفي كيبغي الحب، المتعة، القرب. العقل المنطقي كيدير الحساب، كيشك، كيراجع. والعقل الحيواني كيبغي الأمان، الطعام، الهروب. كل قرار كتاخدو راه واحد منهم كيشد الأقوى والآخرين كيتصارعوا عليه. مرات كتقول أنا بغيت شي حاجة، ولكن العقل المنطقي كيردك، كيقول لك هادشي راه مصالحش، كيقول لك هادشي راه مصالحش ليك. والعقل الحيواني كيزيد، كيقول لك هرب، هادشي راه خطر. وانت وسطهم كتحاول تبقى واقف على رجليك. الخلاصة، كلشي اللي كتعيشو راه في الغالب جا من قرارات كدارو بدون وعي. داخل عقل فيه أسرار وخدع كتحكم في كل حاجة، من الحب حتى في الحزن. إلا بغيتي تعيش فعلا خاصك تعرف ماشي كلشي كتحس بيه راه ديالك. جا الوقت ترجع خطوة اللور وتبدا تعرف شكون اللي كيسوق الحياة ديالك. كان معكم عبد الغفور مساري، دمتم سالمين.